تحياتي. حديثنا اليوم على موضوعين في غاية الأهمية جاءوا من ليفركوزن وقد يغيران مستقبل فرق كبرى في عالم كرة القدم. أولا تشابي ألونزو قرر تدريب ريال مدريد. ثانيا فلوريان فيرتز عازم على اللعب مع بايرن ميونخ، ويبدو أن هذا ما سيحدث في الموسم المقبل. نبدو بتشابي ألونزو، والسؤال المطروح: لماذا قرر العودة إلى ريال مدريد؟ الإجابة واضحة. ألونزو لاعب سابق في ريال مدريد، يعرف أجواء النادي من الداخل، وكما نجح ريال مدريد مع زين الدين زيدان أعاد الكرة مجددا بفكرة مماثلة: استخدام مدرب نشأ داخل أسوار النادي ويعرف الكواليس ويتقن التعامل مع أجواءه الخاصة. ألونزو كان مرشح منذ فترة طويلة حتى قبل نجاحه مع ليفركوزن، وكان ينافس وقتها مع راؤول، لكن بعد أن حقق لقب الدوري دون أي هزيمة، وهو أول دوري في تاريخ ليفركوزن، والتأهل لنهائي دور الأوروبي، أجبر الجميع على الصمت. وأما الموضوع الثاني وهو انتقال فلوريان فيرتس إلى بايرن ميونخ، وقد صرح صراحة أنه يحب ينتقل إلى بايرن ميونخ وأنه لم يتفاوض مع أي فريق آخر. فيرتس صانع ألعاب موهوب، ينجم يلعب كصانع ألعاب كلاسيكي، أو على اليمين أو على اليسار أو خلف مهاجم. فيرتس شخصية قوية، وهو لاعب طموح هدفه الأساسي هو دوري أبطال أوروبا. والناس اللي تتساءل علاش ما يحبش يغادر ألمانيا، الجواب ببساطة إنه ما يحبش المجازفة في دوري جديد. في ألمانيا الصحافة تعرفه والجمهور يحترمه، ويحب يكمل في بيئة يعرفها.